في فيديو النهارده بقى هنشوف ازاي لو احنا منقلين الدنيا بقى في الترم الاول بالنسبه للنتيجه والدرجات والحاجات دي كلها. هنشوف ازاي نتعامل مع الموضوع ده في بدايه الترم التاني. ففي اي وقت شعور الندم ده تلاقيه بيتسحب كده من بعيد وجاي لك، فكر نفسك ان التفكير والانغماس في الندم هيزيد الطين بله مش هيحل المشكله. يعني كلنا عارفين المثل المشهور اللي هو لا تبكي على اللبن المسكوب، مش هيفيد في حاجه انك تقعد تندم على اللي فات. وجه الطاقه دي والتفكير ده انك تستغل اللي باقي احسن استغلال. طيب انا جيت الجنينه اهوت عشان مفيش شمس وبتاع، قاعده تحت ضله، فانا مضطره بقى ان انا يكون ورايا شجره مثلا عشان الظل يعني. فاحنا هنستحمل هذه الشجره. وحلو باسكت الزباله ده، جماعتي نظيفه ومتطوره. المهم، دلوقتي انا نيلت الدنيا في الترم الاول وجبت درجات زي الزفت، وما كنتش عامل حساب على كده. انا كنت ناوي ان انا ارتب مثلا. انا كنت ناوي ان انا هطلع الاول. لا يا عم، انا كنت ناوي ان انا بس انجح، بس لقيتني نفسي شايل مواد. كنت ناوي ان انا اجيب امتياز، لقيت جيد جدا. لا، انا لقيت جيد اصلا، ما لقيتش جيد جدا. النتيجه عملت اللي عليا، بس النتيجه ما كانتش قد تعبي، او ما عملتش اللي عليا، وبسبب ظروف مثلا خارجه عن ارادتي اتمرقعت، فما جبتش درجه كويسه. ايا كان حالتك من الحالات دي كلها، فاحنا عندنا في الاخر حاجه معينه حصلت، وهي النتيجه اللي مش عاجباك. طيب نتعامل ازاي مع النتيجه اللي مش عاجباك؟ احنا عندنا حل من الاتنين. اول حل اللي احنا ناخد الموضوع بعاطفيه، تاني حل اللي هو اللي احنا ناخد الموضوع بعقلانيه. تعال نشوف ده هيؤدي لايه وده هيؤدي لايه، ونختار في الاخر المفروض نعمل ايه. فخلينا في الحل الاول اللي هو اللي انا هاخد الموضوع بعاطفيه. فانا هاخد الموضوع بعاطفيه، فانا اول حاجه هعملها ان انا هجلد نفسي. احساس بعدم تحمل المسؤوليه. انا ما عملتش اللي عليا، انا ما استاهلش ان انا اعيش. انت نموذج حقير. أه خلاص، انا حلمي ضاع. انا اهلي كانوا مستنيين مني النتيجه كويسه، بس انا لقيتني شايل مواد وانا مش عارفه اتصرف ازاي. وتدخل بقى في دوامه كده من الافكار اللامتناهيه عن اي حاجه سوداويه في حياتك. ناخد لنا يومين اكتئاب، على يومين عياط، على يومين جلد ذات. هوب 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 نلاقي الترم فات مننا، وبعد كده خلاص بقى انا مش مذاكره الترم ده. الترم الاول ضاع مني، خلاص انا مستقبلي ضاع، حلمي ضاع، كل حاجه في حياتي ضاعت، وانا مت وانا مش عارفه ايه. فدي اول حاجه اللي هو الحاجه العاطفيه. والحاجه العاطفيه مش هتأدي لك اي حاجه غير ان انت هتبقى احساس بالندم، جلد ذات. مفيش اي حاجه في الواقع هتتغير، بالعكس انت هتبوظ المستقبل، هتبوظ الحاضر وهتبوظ كمان المستقبل لحد ما تموف اون من حوار النتيجه بتاعت الترم الاول. اقابلك في فاينل الترم التاني وتلاقي نفسك حطيت نفسك برضه في نفس الدوامه بتاعت الترم الاول. ايه ده؟ كنت ناوي اذاكر من الاول، ايه اللي حصل؟ كنت مش ناوي على كده. طيب، ممكن نيجي نتكلم بقى من بوينت تانية اللي هي البوينت العقلانية. خلينا في الأول نتناقش في حاجة. هو إنك في كلية، فالكلية دي هي رزق من عند ربنا. اشمعنى انت دونا عن كل الناس اللي حواليك دخلت الكلية دي بالذات؟ مبدئيا مفيش أي حاجة في الدنيا اسمها صدفة. في حاجة اسمها ربنا كاتب لك رزق معين في كلية معينة. وأيا كان اللي بيحصل لك خير، فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، فاحنا هنقول ان الحاجة اللي حصلت دي مثلا كانت ابتلاء. ابتلاء يا ستي، انا اصلا ما ذاكرتش. اكيد انت حتى ما ذاكرتش وما عملتش اللي عليك. هل انت تقدر ترجع بالماضي وتغير الحاجات اللي انت عملتها زمان؟ لا. بشكل عام لو حصل معاك اي مشكلة في الحياة، فاحنا عندنا بروسس كده بنمشي عليها عشان نقدر نحل المشكلة. زي ما قلنا ان احنا مش هنحل المشكله بعاطفيه، لان العاطفه نهايتها زي الزفت ومش احسن حاجه، وهتأدي اللي انا ضيعت الماضي اللي هو ضاع مني، بوظت الحاضر فنيلت الدنيا في الحاضر، ما قدرتش ان انا اعيش بشكل كويس، وكمان اثرت على المستقبل فنيلت كل الازمنه بتاعتي. فاحنا اتفقنا خلاص ان احنا ملناش دعوه بالعاطفيه دي، او ملناش دعوه بالعاطفه، وهنشوف الحل العقلاني اللي بيقول ايه. قول لنا يا ست الحل العقلاني بيقول ايه. الحل العقلاني يا عمي بيقول لك ان انت اول حاجه تشوف المشكله، تحلل المشكله، يبقى انت عندك وعي اصلا
اللي هو خلاص في مشكله. في ناس مثلا اللي هو الجي بي اي بتاعها بيقل، تقديرها بيقل، مش عارفه ايه، هي مش حاسه ان دي مشكله مثلا، او بتزعل شويه وخلاص صباح الفل عادي، الموضوع مش فارق معايا. طيب احنا اول خطوه عملناها اللي احنا بقى عندنا وعي بالمشكله. طيب بعد كده بقى هنحلل المشكله. خلاص انا عرفت ان انا عندي مشكله، بعدين اتفضل بقى اعكس. انا عندي مشكله، انا عندي مشكله يا ناس اللي هناك، انا عندي مشكله. وبعدين نبدا بقى طيب يا سيدي شكرا كفايه. نشوف نحلل المشكله دي. طيب انا جبت مثلا التقدير الفلاني، او شلت الماده الفلانيه، عملت كذا عملت كذا عملت كذا، ده حصل بسبب ايه؟ مثلا في الماده دي الماده التانيه ليه؟ هراجع بقى اشوف طب انا عملت في الماده دي ايه وايه اللي خلاه. طب انا ايه عملت في الماده دي ايه خلاني اقدر اجيب فيها تقدير كويس، وعملت في الماده التانيه ايه خلاني اللي انا مثلا انيل الدنيا فيها. طيب نفس الوقت الامتحانات، طيب هل ما كنتش مراجعه كويس؟ طب هل مثلا ما كنتش حله تيست بانك؟ طيب هل انا ما ذاكرتهاش خالص؟ طيب هل انا مثلا كنت مطبقه في يومها، كنت مذاكره وكنت عامله كل حاجه كويس بس كنت مطبقه في يومها؟ طب هل بقى كان لا الظروف كانت خارجه عن ارادتي اصلا، مثلا انا كنت تعبانه في حاجه معينه فما قدرتش ان انا اذاكر بشكل كويس؟ هل وهل 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 عشان بس البنات اللي بتعمل دول. هو المفروض انا عكس الاضاءه، فالمفروض ارجع ورا وانا مش قادره ارجع ورا. فيلا بقى نكمل الفكرة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب كنت بقول ان مثلا طالما انت طالب في كليه، طالب في مدرسه، طالب مش عارفه في ايه، ايا كان المجال اللي انت فيه، فانت ده كان رزقك مكتوب لك دونا عن اي شخص تاني ان انت هتبقى موجود في المكان ده. فحوار الرزق ربنا كاتبه لنا وربنا حافظه لنا، فبلاش بقى تقول مثلا ان ممكن تأثر على تأثر على مثلا وظيفتك، مش عارفة ايه. كل الحاجات دي ما هي الا مرحلة عشان ربنا يوصلك لحتة معينة. وممكن تأثر مثلا، لكن ربنا بيبقى بيوجهك للخير وبيوجهك لحتة تانية انت متعرفش. مثلا انا دقيقا دراعي وجعني لعبة فول بادي المرة اللي فاتت، مش قادرة. لا والله ما قادرة امسك اصلا. نكمل بقى بعد الجيم. بس انتوا فهمتوا الحتة اللي هو ربنا كاتب لكل واحد فينا رزق، مش مجرد درجة مادة او درجة مادتين هي اللي هتأثر في مستقبلك كله. مستقبلك كله مبني على السعي، فانت لسه في ايدك، طالما انت في ايدك اللي انت تسعى فاسعى واعمل اللي عليك. وإن قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. طبعا فيما معناه يعني عشان لو اللفظ كان غلط يعني، فبس اغرسها. فإذا عزمت فتوكل على الله. وكالعادة مناش الا الأوضة، الفون فصل مني فما قدرتش ان انا اكمل التصوير يعني، فاستنيت لحد ما اروح. طيب في اول ستيب معانا احنا اخدناها ان احنا بقى عندنا وعي من المشكلة، وعرفنا ان احنا اوريدي عندنا مشكلة. بدأنا نحلل المشكلة ونشوف ايه الاسباب اللي ادت ان الحاجة دي تحصل. بدأنا نشوف ازاي هنقدر نتفادى الموضوع ده بحيث اللي هو ما يتكررش تاني. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فمتستناش ان انت فجأة التغيير هيجي يحصل لك. التغيير لازم يبدأ من عندك انت، لان جسوت لو انت مغيرتش الطريقة اللي انت ماشي بيها فالنتائج مش هتختلف. انت كل مرة بتبقى ماشي على نفس البروسيس ونفس الحاجات اللي انت بتعملها ومستني ان النتيجة تبقى مختلفة. مش هتختلف، والله ما هتختلف. ليه؟ لان انت بتعمل نفس الطرق، فانت تجرب ان انت تغير الطريقة بتاعتك. فبالنسبة لي وعن تجربة يعني في حاجة معينة، اللي انا ما كنتش بتقبل الفشل النهائي واللي هو لا يمكن وانا مينفعش. لكن في حاجة معينة انا اول حاجة عملتها ان انا تقبلت الفشل في الحتة الفلانية، وخلاص عرفت انا فعلا وقعت في الحتة الفلانية، ازاي اللي انا اقدر اتخطى الموضوع ده، واللي انا ما خليش الموضوع ده يأثر عليا بعدين. الحمد لله قدرت ان انا امشي بعقلانية وحليت المشكلة، وبعد كده كانت النتيجة مذهلة. وفعلا الحاجة اللي فاكرة ان هي نهاية العالم وان انا خلاص ضعت ومش عارفة ايه، لقيتها عادي. لا، ما كانتش نهاية العالم، انا لسه عايشة سبحان الله. زي ما قلت قبل كده وبقول دلوقتي وهفضل اقول في كل فيديو في كل وقت، احنا كل يوم هو فرصة جديدة اللي احنا نبدأ من تاني.
كون ان احنا لسه عايشين، لسه بنتفرج على الفيديو ده مثلا، فلسه ربنا عطينا فرصة. فربنا عطينا فرصة، انت ليه مش راضي تدي لنفسك فرصة؟ بجد ربنا كل يوم عطي فرصة للكافر ان هو يتوب. فانت ايه مشكلتك بجد؟ بس ده مستقبل بقى ومش عارفة ايه. مستقبلك في ايد ربنا زي ما قلت. الموضوع ده رزق وفي ايد ربنا. كل اللي عليك ان انت تسعى وتحاول بس، وايا كانت النتيجة اللي فاتت فخلاص هي طلعت من ايدك، ما بقتش بتاعتك. اللي بتاعك دلوقتي واللي انت هتقدر تعمله هو دلوقتي واللي لسه جاي، فحاول تستغلهم على قد ما تقدر. طيب نركاب سريعا. احنا خلاص عرفنا المشكلة، بقى عندنا وعي بيها، حللناها، عرفنا ازاي نتفاداها. خلي اهدافك واقعية، اهداف بسيطة، بلاش اللي انت تبتدي كله مرة واحدة. التزم بحاجة واحدة بس. ولتكن مثلا انا محتاج ان انا اذاكر كل يوم شابتر من المادة الفلانية، محتاج اذاكر مثلا الحاجة اللي انا اخدها اذاكرها اول باول. فانا ما حطيتش هدف كبير انا ما هخلص الماده كلها في يوم واحد، او حطيت هدف مايع شويه اللي انا هحسن مذاكرتي. ايوه، هتحسن مذاكرتك ازاي حضرتك؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. لازم تحط حاجه واقعيه تقدر تحققها وتقدر تنجزها، تقدر تقيسه لمده زمنيه معينه، مش تسيب الموضوع بعشوائيه. طيب حطينا الاهداف، هل خلاص نقعد ساكتين؟ لا. طيب لازم تبدا تتابع وتقيم التقدم بتاعك ده، عملت ايه؟ انا كنت محدده ان انا الاسبوع ده هخلص شابترين، هاجي اخر الاسبوع هل انا خلصت الشابترين ولا لا؟ طيب خلصته، تمام. طب ايه الحاجات اللي ساعدتني ان انا اخلصه؟ والله ان انا كنت مرتبه الجدول كويس، محدده مواعيد، مش عارفه ايه. خلاص الاسبوع الجاي هلتزم بنفس الموضوع. طيب ما عملتهمش، في يوم سقط مني، طب هشوف اليوم اللي سقط مني ده وقع عليه. فتعالوا سوا نريكاب الفيديو كله سريعا. احنا دلوقتي قلنا ان احنا اوريدي حصل عندنا مشكله. اول حاجه هعملها ان انا يبقى عندي وعي من المشكله، هتقبل الموضوع تمام، مفيش اي مشكله، مش هفضل اجلد في ذاتي، مش هعمل كده خالص. هبدا احل الموضوع بعقلانيه. فانا اول حاجه عملتها ان انا حددت المشكله، بدات ان انا احللها، اشوف ايه الحاجات اللي خلت الموضوع ده يحصل. طيب ازاي انا هقدر اتفادى الموضوع ده؟ كمان حطيت بلان باهداف واقعيه. كمان ما سبتش البلان كده وخلاص، اللي انا بدات اتابع واقيم الموضوع، وبالتالي انت بدات تاخد خطوات مختلفه، فاكيد النتيجه هتبقى مختلفه. واهم حاجه زي ما كنا بنتكلم في بدايه الفيديو، ان انت تبدا تستعين بربنا، لان ربنا لو مش كاتب لك الحاجه دي مهما اتشقلبت مش هتوصل لها. فانت اعمل كل البلان، خد بالاسباب، توكل عليه، اسعى في المتاح بالنسبه لك، لكن استعين بيه وقول له يا رب انا بحاول، ساعدني يا رب اعين. فاذا عزمت فتوكل على الله، فربنا يوفقنا كلنا ويسدد مسعانا، وان شاء الله نحقق كل الاهداف اللي احنا بنحلم بيها، ونتجاوز اي مشكله بطريقه عقلانيه وما تاثرش علينا بالسلب. وافتكر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الفيديو مش مترتب احسن حاجه، لكن زي ما قلت ان انا يعني انا هنزله كده عموما. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. كمان ممكن تشوفوا الفيديو بتاع تخطيط لشهر فبراير او التخطيط للاسبوع، لو انت حابب انك تبتدي تمشي على بلان في حياتك عموما، فانت ممكن تشوف الفيديو، هسيبه لكم هنا. ومتنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب في الشانل. اشوفكم بقى في مش عارفه بس اشوفكم